السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير. النهارده باذن الله هعمل معاكم الكب كيك بالشوكولاته. عملته قبل كده معاكم بالفانيليا وكان نتيجته حلوه قوي، في ناس طبقته وبعتت لي. المره دي بقى هعمله معاكم بالشوكولاته كده زي ما انتم شايفين، شكله لذيذ قوي. وهقول لكم كده على فكره اخر الفيديو هتعجبكم جدا ان شاء الله. يلا بينا نشوف المقادير مع بعض، بس قبل ما نبدا الفيديو انزلوا كده بسرعه اعملوا لايك واعملوا تعليق حلو زيكم، ويلا بينا نشوف المقادير. اول حاجه عندنا بيضه واحده، الكميه دي كنا عاملينها بيضه واحده وكوبايه دقيق. حطينا بيضه وظرف من الفانيليا ونص كوبايه من السكر وربع كوبايه من الزيت ونص كوبايه من اللبن. هي دي تعتبر المكونات بتاعتنا اللي هي سايله. هنضربها في الخلاط كويس جدا، وبعد ما نضربها في الخلاط هنجهز القوالب بتاعه الكب كيك الاول قبل ما نضيف بقيه المكونات، لان هي بتاخد وقت شويه في ان احنا نفكها من بعضها. كمان نكون نسخن الفرن على درجة حرارة 180. خلاص كده جهزنا القوالب. هنضيف بقى بقية المكونات اللي هي كوباية الا معلقتين من الكاكاو، لان احنا هنا نعمله كب كيك بالشوكولاتة، لكن لو بالكريمة او اللي هو الابيض مش هنحط كوباية كاملة. هنا حطينا معلقتين من الكاكاو. تمام. هنضرب بقى ده كله مع بعض وهتلاقوا الخليط اتحول للون البني. عايزه اقول لكم الكاكاو بتاع دريم ده حلو قوي قوي، احسن من كورونا كمان، ولونه يعني لونه غني. واخر حاجه هنحطها هي معلقه صغيره من البيكنج باودر، ما نحطهاش الا في اخر حاجه عشان ما تتفاعلش مع العجينه او مع السائل وهتلاقوها فارت في الفرن. تمام. هنصبهم بقى بالترتيب كده، ونراعي ان احنا ما نصبهمش لاخر القالب عشان هو لسه هينتفخ، يعني لسه كده هيرتفع، فلما يرتفع هيطلع بره، لكن احنا هنسيب له كده مساحه يرتفع فيها. طبعا يستحسن ان الخليط يبقى اتقل من كده شويه عشان لما نحط الشوكليت شيبس ما نلاقيهاش دخلت جوه. يعني ممكن نحط معلقه من الدقيق كمان. خلاص زي ما انتم شايفين هنوزع الشوكليت شيبس وهنحطه بقى في الفرن على درجه حراره 180 لمده ربع ساعه، هنلاقيه بالجمال دوت. والفكره بقى ان انا عايزه اقول لكم عليها ان انا هنا كنت رايحه عند واحده صاحبتي وكان عندها اطفال، فعملت الكميه ديت وخدتها معايا في علبه، بس طبعا ههويها الاول. عايزه اقول لكم ما كلفتنيش حاجه خالص، وفي نفس الوقت خدتها والاولاد فرحوا بيها جدا، وفي نفس الوقت يعني حاجه صحيه بياكلوها، مش جايبه لهم بقى شيبسي وكاراتيه والحاجات ديت. شايفين كده هويتها، وبعد ما ههويها هحطها بقى في العلبه ديت يعني من فيها اكل جاهز، فبحب احتفظ بيها كده، يعني موقف زي كده بتنجزني صراحه. وده شكلهم. خدت لهم علبتين، وزي ما قلت لكم 12 واحده بيتعملوا كوبايه دقيق فقط. وكمان كنت عامله لهم بالفانيليا، هنزل لكم الفيديو بتاعه يعني قريب. حطيته لهم في علبه برضو. عايزه اقول لكم فرحوا بيهم احسن من الشيبسي والكاراتيه والعصير والحاجات اللي هي ملهاش اي لازمه ديت. ودول كمان كان شكلهم قمر قوي عشان كنت حاطه لهم فواكه مجففه من فوق، وان شاء الله هنزل لكم الفيديو بتاعهم. شايفين شكلهم حلو ازاي كده بقى يا حلوين. الحلقه بتاعتنا تكون خلصت، يا رب تكون عجبتكم، يا رب ما طولتش عليكم. ولو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تنزلوا تعملوا لايك حلو زيكم، وتعملوا تعليقاتكم بتشجعني جدا، وتطبيقاتكم فعلا بتشجعني جدا. لما حد بيطبق وصفه ويبعتها لي بتشجع جدا. اشوفكم على خير الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.